من أجمل المواقف اللي قالها الفنان الله يرحمه سليمان عيد عن الفنان الجميل ربنا يديله الصحة تامر حسني. قال إيه بقى؟ قال: كنت أتمنى تامر حسني يجي لي فرح بنتي، وأنا ما كنتش أعرفه بشكل شخصي، لكن كنت بتمنى يجي لي. ما كنتش أقدر أجيب نجم كبير بأجر عالي قوي كده زي تامر حسني، وفي نفس الوقت كان نفسي بنتي تفرح بوجود نجم كبير زيه يكون في فرحها. ففي صديق مشترك ما بيننا نصحني إن أنا أكلمه، وبالفعل رحت اتصلت بيه، جبت رقمه واتصلت بيه، وهو فعلا رد عليا وقال لي: ازيك يا سلم. وبصراحة فرحت قوي ان هو عارفني، انا كنت متوقع ان هو مش هيعرفني او مين ده، لكن لقيته بيكلمني بترحاب جدا: وازيك وانا عارفك. يعني حسيت ان هو، يعني حسيت ان أنا فرحان جدا ان هو عارفني، مش يعني مستغرب مين اللي بيتصل بيه. فرحت اتكلمت معاه وقلت له على موضوع فرح بنتي ونفسي ان انت تيجي وكده، وقلت له على الميعاد بتاعه، وكان نفسي جدا يعني، وعمال اقول له إن نفسي جدا ان انت تحضر الفرح. من وقت بعد ما قفلت معاه قُلت خلاص، يعني قعد فترة كده الفرح، قُلت أكيد اليوم الفرح هينشغل أو هيحصل ظرف، يعني ما أعتقدش إن هو هييجي، ما كنتش متوقع خالص إن هو ييجي، قُلت أكيد عنده شغل كتير جدًا. لكن المفاجأة بالنسبة لي إنه فعلًا جه وحضر الفرح، وعمري ما هانساه له ده. الكلام ده قاله الفنان سليمان عيد قبل ما يتوفى. قال إن هو فعلًا كان فرحان جدًا بالموقف ده، يعني في إحدى اللقاءات بتاعته قال إن هو كان فرحان جدًا بالموقف ده، ومش قادر فعلًا ينسى لتامر حسني إن هو جه وفرّحه. ليه مش قادر ينسى الموقف ده لتامر حسني؟ لإن هو لو حد عمومًا طلب أي مطرب أو أي حد في الفرح وهيدّي له مبلغ، فطبيعي إن هو ييجي وطبيعي إن هو يعمل كده عشان خاطر في مقابل لده أو بيدفع له فلوس، فطبيعي لازم يلتزم. فبالنسبة له يعتبر كإنه جاي شغل، إن أنت في فلوس مدفوعة لك فمقابل كده جاي تغني. لكن موقف تامر حسني كان مختلف، إن هو ما خدش فلوس وكان رايح مجاملة، ورغم إن هو أكيد عنده كان شغل تاني كتير وحفلات كده، لكن رغم كده عشان خاطر يعني يجبر بخاطر سليمان عيد ويفرحه وإن هو صديق ليه، راح له من غير ما ياخد فلوس خالص. فعشان كده الموقف فعلًا يعني مش حاجة بسيطة زي ما الناس متخيلة، لأ ده موقف كبير أوي ومعناه كبير أوي، إن هو فعلًا جبر بخاطره وفرحه، وإن هو قدّر سليمان عيد، وفعلًا يعني حسّسه إن هو صديق كبير جدًا بالنسبة له. فدي حاجة مش كل الفنانين بيعملوها ولا كل المطربين بيعملوها. ممكن ناس كتيرة جدًا كان يكلمهم ويكبّروا دماغهم أو يطنّشوا، ده بيحصل كتير. في ناس كتير جدًا فنانين بيقولوا: إحنا تواصلنا مع مطربين وما جوش الفرح أو ما رضوش ييجوا أو كده عشان خاطر ما فيش مقابل أو كده. لكن بصراحة تامر حسني ليه مواقف مش بس مع سليمان عيد، كتير جدًا باسمع عنه مواقف إن هو ممكن يروح أماكن كتيرة بدون مقابل عشان خاطر بس يجبر خاطر الشخص اللي قدّامه أو يفرّحه، حتى لو من غير أجر خالص. فدي موقف فعلًا محترم، ويمكن اتحكى دلوقتي أو الناس افتكرته دلوقتي عشان خاطر كمان تعب تامر حسني. ناس كتير جدًا بتدعي له ربنا يشفيه ويعافيه، ودايمًا بيفتكروا له المواقف الإنسانية اللي هو عملها عشان خاطر يعني يقولوا للناس إن فعلًا إنه فعلًا يستاهل إن الناس كلها تدعي له، ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله.